من المطبخ احييكم. السلام عليكم. بالنسبه للجماعه اللي بيعلقوا لي على الفيديوهات بتاعتي وبيقولوا لي اوعي تخرجي من المطبخ او اجري على المطبخ، احب اقول لكم اصلا انا ما بخرجش من المطبخ، انا مولوده يا جماعه في المطبخ. احب اعيش حياتي قوي في المطبخ. وبالمناسبه السعيده دي عايزه اعرفكم ان انا عامله فيديوهات على الصفحه، فيديوهات طبخ، وصفات جميله قوي، يا ريت تجربوها. انا بعمل فيديوهات الطبخ لسببين. السبب الاولاني علشان خاطر اعلم بنت المرحومه صاحبتي، طلبت مني كده لان ما عندهاش حد بعد مامتها الله يرحمها يعلمها. والسبب التاني عايزه اثبت للناس اللي في الدول الاخرى ان المصريين لسه جامدين وصامدين وبخير وما جعوش، علشان ما حدش يعايرنا برجول الفراخ. وقبل كل ده وده ان اصلا الطبيخ ده هوايتي المفضله. يمكن انا نفسي اسيب كل شغلي واشتغل شيف. انا بحب الطبيخ قوي لان الطبيخ ده فن، زي ما السياسه فن. كل حاجه فن، كل حاجه الانسان بيحبها ويتقنها دي فن. طيب من المطبخ عايزه اقول لكم على نصيحه. لو انت دلوقتي عايز تعيش عيشه الاوروبي وعيشه الامريكي ودولتك تساعدك وتصرف عليك، لازم تبقى زيه. تبقى زيه ازاي؟ الامريكي دوت بيبقى صاحب الكلب وراكب العربيه الاخر موديل وتمام التمام وعيشته قشطه ومفيش اي تمام وبيلف العالم يتفسح وانتوا طبعا فاهمين عيشتهم بتبقى ازاي. ليه بقى؟ لان هو ما عندوش اي مسؤوليه، بيعيش لنفسه بس ما بيخلفش خمس ست عيال. حتى ان اوروبا بيسموها انها القاره العجوز لان هم مش بيخلفوا، هم بيربوا قطط وكلاب. نادر قوي لما تلاقي واحد منهم مخلف ولد او مخلف بنت، فرد واحد بس بيخلفه، غير كده لا. وفي ناس بتبقى مخلفه ثلاثة او اربعة، بس ده بتبقى حاجه نادره يعني مش كتير. لكن على العكس في مصر، الناس الفقراء والغلابه، وفي افريقيا مش في مصر بس، تلاقيهم مخلفين بالخمس ست عيال والسبع عيال وهو اصلا مش عارف ياكل نفسه، يبقى مش عارف يعيش وقاعد بالايجار ويخلف له خمس ست عيال. ده مش منطق. حتى كمان لو لاحظتوا ان الناس الاغنياء في مصر ما بيخلفوش كتير، يعني بص تلاقي ان الفنانين ورجال الاعمال والناس اللي هي الاستاف واللي معاها فلوس خلف عيل اتنين كتير قوي تلاتة، وكمان هم مش بيبقوا فاضيين عشان يربوهم، ده الخدامين والبيبي سيتر هم اللي بيربوهم. فلو انت عايز تبقى زي الامريكي، بص تشوف الامريكي عايش لنفسه ازاي وعيش زي. طيب انت دلوقتي العالم كله اصبح قرية واحدة، والقرية الواحدة دي نتيجة العولمة. العولمة يعني خلوا العالم كله قريب من بعضه وكله منفتح على بعضه. السلع اللي حضرتك بتستهلكها في مصر بتستهلك في امريكا، زي مثلا البيبسي وزي وجبة الماكدونالدز وزي حاجات كتير. ده اللي حاضر في ذهني دلوقتي. طبعا استحالة ان الدولة بتاعتك هتدعم المنتجات العالمية. انت زيك زي الامريكي، بتاخد نفس الخدمة، تاخد نفس السلعة، ادفع نفسه، يعني ادفع نفس الثمن اللي بيدفعه. الدولة بتقدم مساعدات للأوروبيين والأمريكان، ده حقيقي. بس إمتى؟ بعد ما يدفع الضرايب بتاعته بتقدم له مساعدات مش منحة. لا، ده هي الأول بتاخد منه ضرايب 25% من شغله، وإذا تعثر أو طرد من عمله بعد كده بياخد مساعدات، ما بتسيبوش لأن هو دفع لها ضرايب. ياخد خدمة كويسة في المستشفيات لأن هو دفع لها ضرايب. حتى إن المغتربين والمغتربين خارج مصر في دول أوروبا وأمريكا نفس الوضع. ما ياخدش أي مساعدة من الدولة إلا بعد ما يكون قضى 10 سنين في الدولة شغال بشكل قانوني وبيدفع ضرائب للدولة بشكل قانوني. وبمس عليكم من المطبخ.